برنامج قسمة ونصيب. انتباه انتباه، هام وعاجل وضروري. برنامج لبناني جامع شوية بنات منقيهم نقع على الفرازة، وشوية شباب جايبهم من الجيم، من اللي عضلات ويحددوا حنوك والسواليف هذه من عدة دول عربية، ومقعدهم نفس الفيلا، والحب والغرام والمسخرة لأبو موزة. طبعا هذا البرنامج له شروط اشتراك. بالنسبة للشباب شو شروط الاشتراك؟ يحذركم: الغيرة صفر، حرارة ما فيه بس سالب، ثقالة الدم مليون. بالنسبة للبنات شروط المشاركة أهم شيء تكون رداحة، من الردحات الكاسرات اللي معطن الشعور، يوم تولع يبلش البكشش. ماشي. كمان من الشروط يبلش يومها بعد 12 بالليل، يبلش اليوم عندها، النهار يبلش، بالنهار نايمة هي لأنه أهل ما فيه اوفر دوز بوتكس وفيلر وما تعرف لها منظر ابدا. شرط اساسي للبرنامج يمنع متابعه الغانمين يحضر الروح الصفدي مسلسل بدوي بس، او يشوفوا لهم شغله ثانيه. فكره البرنامج كل واحد بالشباب يختار له بنيه، كل واحد يختار له بنيه ينقيها نقه، ويبلش معاها علاقه قدام الله وخلقه، حب وغرام، والتفاصيل تكون واضحه متاحه للجميع، وشباط وعباط شغال وكل شيء. وقد ما تخفف لبس قد ما تنجح اكثر وتجيب مشاهدات، ما هو عرض وطلب. واللي يظلهم للاخر ماشي وعلاقتهم تنجح، قال شو؟ قال عشان انه يكون في هدف ورساله للبرنامج، يعطوهم شويه قروش ويقول لهم روحوا تجوزوا، على اساس انه في ظل داعي للجيزه اصلا. يعني خلص ما في، ما هو اللي يتابع يعرف انه ما ظل داعي للجيزه. الحلو بالموضوع انه مثلا فليح، خلينا نعتبر انه فليح مشارك بالبرنامج، وفليح اجل وارفع انه يشارك بيج برنامج مثلا، حس حاله مو مرتاح مع حبسه ام معلوم بالبرنامج، عادي يتركها ويروح يختار نوفا اللي كانت تحب توهان. ماشي. طبعا حبسه بالحاله هذه تروح تطش مع توهان، فتصير عمليه تبديل، والامور طيبه والحياه حلوه والجماعه متفاهمين والناس متابعه. مديره البرنامج شو تقول لك؟ نحن بدنا نزرع المحبه بيناتهم بلا ما نزرع شيء تاني. هذا تصريح لها من عندي وعند جواد الله، تزرع شيء ثاني احسن، دلمين ترسلنا احسن من هالمزعره كلها، لانه في فرق بين المحبه وقلة الادب. هذا اللي قاعد تصير مسخره، خصوصيه صفر. دعاة الحريه وجماعه هذا خليكم على جنب، لاني ابلش بيكم، لانه ما وصلنا للدار السوداء غير افكاركم. تفكك اسري، شكاوي حماية الأسرة، البنت اللي تضرب أمها، الأخ اللي يذبح أخته، الأب اللي يتبرى من العيلة، كل هذا بسبب أفكاركم اللي بهدلتنا. عمرها التربية الصالحة ما كانت تخلف، التخلف هو أنك تبيع مبادئك بثمن بخس عشان شوية مشاهدات. متذكرين ستار أكاديمي زمان؟ أول طلعتنا إحنا الجيل هذا لما بلش ستار أكاديمي، كنا إحنا كمراهقين، كنا وقتها مراهقين، بالحب كبيرنا رسائل ورقية، بس تابعنا البرنامج تحولت حلقاتنا لتلفونات بنص الليل. هذا لسه قبل الصور. طيب الجيل هذا اللي قاعد يراهق أصلا من اللي يشوفه على 8 سنوات، بس يشوف قسمة ونصيب ومشاهد الخلاعة اللي بيه، كيف راح يعيش؟ شو الأفكار راح تتغير عنده؟ ما هو أصلا واصل خاتم لمرحلة المقابلات، المقابلات الشخصية خاتم. شو لوين راح يصير العجب على 8 سنين ولا 10 سنين يدور جيزة؟ اليوم بطل ينفع تقول رسالة للأهالي تابعوا عيالكم بلاش يحضروا، لأنه اليوم الكل يتابع من تلفونه. مجرد ما عمل فولو لصفحة البرنامج تصير كل شيء قدامه يظهر. قبل كنا نوعي الأهل وراس مالها يحذفوا القناة من التلفزيون لأن الشاشة تجمع العيلة. اليوم الوسائل تعددت، قصة الضبط صارت صعبة، لهيك لازم يكون في وعي داخلي، في رادع داخلي، يعني أقعد مع عيال أفهمهم. طبعا في ناس راح يجي يقول لك طيب ما هو بمجتمعنا يصير شغلات مثل هيك، بس الفرق انه من دون تصوير. نعم احنا مش مجتمع مثالي وهذا الاشي ممكن يصير طبيعي جدا، بس التصوير يعطيه شرعنة، يعني التصوير لهيك سوالف زي كأنه يعطيها ضوء أخضر للانتشار، خصوصا أنه التيك توك أصلا والتليجرام مهن مقصرات، والتطبيقات الثانية والإنستغرام مش مقصر، يعني احنا شايفين كله قاعد يبحث ويحاول في منظومة أخلاق، الكل ماسك فاس ويهد بيها، الكل من جهته. هذا المنظومة لازم تنهار، لوي عشان هم راح تجيهم قروش،
فهم يهمهم القروش اكثر من ايش؟ من منظومه الاخلاق، لانه مو فارقه معهم. هاي مجتمعات الاهل ما يدري، الاب ما يدري عن ابوه، والاخت ما تدري عن اختها، والاخو ما يدري عن امه، تفكك عادي. فودهم ينقلوا هذا التفكك لمجتمعاتنا. اللي يشوف الفيديو هذا اللي انا قاعد اسولف به يدير باله ويروح ينصح الناس، ماشي، مو تروحوا تسووا فولو وتتابعوا البرنامج. ثم طلع الله.